بصوا بقى، شايفين المنظر؟ طبعا عايزه اقول لكم، بصوا شايفين؟ 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 ما تحطوش اشتراك. شايفين؟ مين بقى اللي عامل كل ده؟ الشخصيه دي، الشخصيه دي هي اللي عامله كل الزريبه دي. يلا بقى، طبعا احنا هنا مكان اكلنا يعني وشربنا وعيشتنا، واستاذ ادم كان قاعد مريح حضرته وانا بعمل في اوضته، فكان قاعد مريح ومستغطي وكده يعني. وبصوا عامل المخدات ازاي، ويا ريته بقى يعني هو مكركم مثلا الكنبه اللي هو قاعد عليها، بس لا ده يعني لازم يتنطط ويزور بقيه الكنب. وديت انا مش بناكل عليها يعني، دي الصبح كنا بنفطر عليها. تمام، يلا بقى نخش نشوف الاوضه دي هنخليها ازاي عشان ادم يكركبها تاني من اول وجديد. يلا بينا. طبعا حبيت اصور لكم كده لقطه كده مع ادم عشان اوريكم ادم بيعمل ايه في الاوضه. بيتنطط كده لحد ما يوقع كل الفرش اللي على الاوضه، يعني هو ما بيرتاحش غير لما يخلي الاوضه كده. ليه تسالوني؟ ليه؟ اقول لكم ما اعرفش. هو ده ادم، كريم منظم عنه شويه. المهم انا هنا اول حاجه بقى بدات بيها، يا ربنا يخليهم يا رب يكركبوا واحنا نعمل ورا منهم، مش مهم. هنا اول حاجه بقى طبقت الغطا اللي احنا بنستغطى بيه كده واحنا قاعدين قدام التلفزيون. تمام. آم، كنت بعمل اوضته الاول، وبعد كده وعملت اوضه النوم، واخر اوضه بقى عملتها الاوضه دي. زي ما انتم شايفين كده المشمع ده، زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا بحطه كده على الترابيزه بناكل ونشرب عليه وبغسله. ولساعة ما بنيجي ناكل يعني احنا كنا بنفطر عليه الصبح. تمام. وبعد كده بغسله وبنشره هو، والمشمعة اللي انتوا هتشوفوها من تحت دي برضو بتحافظ. هنا بقى كان خلاص تقريبا كريم جه من الدرس، لازم كان بيوريكوا المذكرة بتاعته يعني. هو كان لسه جاي من الدرس وجايب المذكرة بتاعة الدرس. بس كده. تمام. بروق بقى الكنبة دي، بنفضها وبروقها كده. ليه؟ عشان اعرف احط الترابيزة فوقيها. تمام. وهشيل بقى المشمعة ده وهروح اغسلهم وانشرهم عقبال ما اخلص الأوضة يكونوا نشفوا، عشان افرشهم تاني عشان طبعا هنتغدى وكده. فانا عايزة افرشهم عشان ما الركنة. هنا بقى كريم كان جه وقال لي هو اخده ايه في الدرس، فكنت قاعدة معاه كده بشوفه اخد ايه. وقلت له يلا روح غير وشيل حاجتك مكانها. هنا بقى كان عندي شوية غسيل كده لميتهم من البلكونة، وقلت اطبقه برضو عشان ما يعني مش بعد ما اخلص اقعد الم غسيل تاني، لا قلت اطبق الغسيل بالمره كده. لميت الغسيل وانا ما بعرفش الم غسيل وارميه في حته، لا ده انا احطه كده على الكنبه، وفي ساعتها لازم يتطبق ويتشال في الدولاب. وعمري في حياتي ما لميت غسيل ورميته كده من غير ما يتطبق او اكوم دوره على دوره ولا الكلام ده خالص. ان انا ما بحبش اساسا تطبيق الغسيل، فاستحاول ان انا اكومه. اشيله من البلكونه عشان عندي البلكونه هوا، ما اقدرش اطبق فيها يعني هيقع ويطير مني. بلم الغسيل ارميه كده على الركنة، وفي ساعتها وانا واقفة لازم يتطبق ويتشال في الدولاب. اول حاجة تتعمل. انما ان احنا نحط الغسيل في اوضة كده ونلم غسيل تاني ونحطه فوقيه والكلام ده، لا ما اقدرش ابدا اعمل كده، ما بعرفش يعني. لازم الغسيل يتلم حتى لو ورايا يعني كنت ممكن احطه مثلا في اوضة العيال او في اوضتي، واقول لما اخلص بس الاوضة ابقى اطبق الغسيل وارصه. لا ما بعرفش، لو ركنتيه مش هيتطبق. فلازم كده الغسيل اللي يتلم يتطبق ويتحط في الدولاب في ساعتها. حتى انا ما برضاش احطه في السبت او في كروانه او الكلام دوت، عشان يبقى مرمي كده على الركنه اروح اطبقه على طول. لان طبعا احنا مش هنقعد، يعني هنقعد ازاي والغسيل ده محطوط؟ لا حتى لو انا بقى مش بروق ولا حاجه، عادي بلم الغسيل احطه كده على الركنه، ولا قاعده بتفرج على التلفزيون تقولي طبقته وشلته برضو في نفس الوقت يعني كده. بس انا دلوقتي واقفه يعني وانا بطبقه عشان طبعا انتوا شايفين منظر الاوضه عامله ازاي. وبطبق حاجه حاجه، واللي ادم بيعرف يوديه بخليه يوديه، واللي كريم بيعرف يوديه بخليه يوديه. يعني هدومهم مثلا، ادم عارف الادراج بتاعته بيعرف يرص فيها حاجته. ادم واخد الدرجين بتوع الكومودينو على فكره، زي ما قلت لكم قبل كده ان الادراج بتاعه الاوضه بتاعتهم بتاخد هدوم، مش بتاخد غيارات، لا بتاخد هدوم شتوي كمان. فادم حتى فوق واخد الغيارات الداخليه بتاعت ادم كلها بقى، مش اللي هي القط بس، لا يعني مثلا الهفكولات، البناطيل اللي بيلبسها من تحت، التيشيرتات اللي بيلبسها من تحت، كل دوت واخد الدرج اللي فوق. والدرج اللي تحت واخد ترنجته، يعني واخد حوالي 7 أو 8 ترنجات كده الدرج اللي تحت. فبياخد يعني ما شاء الله درجة الكومودينو بتاخد.
بس كده. وبديهم بقى ايه اللي يعرفوا يحطوه في اللي هي تبع اوضتهم هم، انما بقى اوضتي انا اللي بروح ايه اوضتي زي ما انتم شايفين كده. يا رب بقى اكون ايه شجعتكم كده وتقوموا ايه تعملوا بقى اللي وراه غسيل، عايز يتغسل يغسله، عايز يتلم يلمه، عايز يتطبق يتطبق وتشيلوه في الدولاب. صدقوني ما تركنوش غسيل يعني ما تلموش الغسيل وترموه في حتة او تحطوه مثلا في سبت الغسيل ولا الكلام ده. لا، طبقوه على طول. مش هياخد منكم وقت اولا، وهتبقوا مرتاحين غير لما تبقي قاعده انا عندي غسيل عايز يتطبق شويه وهقوم اطبقه. لا، مادام لميتيه على الحبل في ساعتها يتطبق ويتشيل مهما كان وراكي ايه. صدقوني النظام بيريح كتير جدا جدا. اوعي تكوني مش منظمه. بصي عايزه اقولك ان قله النظام اوحش من يعني قله النظافه. يعني الناس اللي مش نظيفه ممكن ايه يعني تبقى النظافة مش يعني مش عارفة اوصفها لكم ازاي. يعني النظافة ممكن تتدارى بمعنى اصح، انما عدم النظام صدقوني مفيش بيت بيكون مش منظم. بيكون مهرجل وبطريقة فظيعة. يعني انا عادي، انا اول ما بصحى من النوم بلاقي عيالي قاعدين عاملين كده في الأوضة، مفيش مشكلة بس لازم تتروق. يعني اروقها، وبرضو طول اليوم ناخد هلكنه ومش عارفة ايه. وممكن بالليل اروقها واصحى الاقيهم برضو يعني قبل ما انام على فكرة الكلام ده كله بيتروق. بس هما بقى بيصحوا مثلا قبلي، بيتنططوا بيلعبوا، بسيبهم ياخدوا راحتهم الصراحة. وبرضو انا بخلص مثلا فطاري ومش عارفة ايه واروح مروقة. ياخدوا برضو هلكتهم طول اليوم اكل وشرب ومش عارفة ايه، لو مثلا مش هسيق بقى ولا اكنس ولا الكلام ده. اروح برضو بالليل قبل ما انام. يعني انا دلوقتي بسجل لكم الفيديو مستغطيه طبعا بالغطا اللي احنا بنستغطى بيه قدام التلفزيون وكل دوت، وانا قاعده بسجل لكم الفيديو. قبل ما ادخل انام الغطا ده بيتطبق، وبروق الركنه، وبخلي الركنه يعني ما فيهاش غلطه قبل ما ادخل انام. بنصحى بقى هما لو صحوا قبليه بيكركبوها شويه يحطوا لعب في الارض مش عارفه ايه. وانا بعد ما افطر اروح مروقاها تاني. يعني بروق الاوضه دي مرتين في اليوم، مره الصبح بعد ما افطر ومره بالليل قبل ما بنام. فبرضه بتكون يعني ايه، هي ما فيهاش حاجه خلي بالكم، هي بس ايه الفرشه بقى مش عارفه ايه. انا كنت من الناس بقى اللي ما بتحطش فرش كده عشان ما لقاهوش واقع بالمنظر ده. بس طبعا اضطريت لان الصراحه الركنه دي قماشها يعني بشع بشع بشع. قماش اللي هو المخطط دوت اللي بيخش جواه التراب بجد. يعني كرهاه جدا جدا. والله العظيم وما استهلكتهاش، وبجد الركنة مش حلوة خالص خالص يعني الحمد لله. مهم يعني ان شاء الله باذن الله كده بس اهلكها شويه عشان حرام انا ما هلكتهاش. كانت من ساعه ما اشتريتها وهي كانت في الريسبشن بره، ما كناش بنقعد عليها لسه. طبعا بقالي سنه يا دوبك ما كملناش سنه لما بيضت وكده حطيتها في اوضه المعيشه وبقت هي بتاعه المعيشه. اهلكها كده شويه بس عشان احلل فلوسها اللي اتدفعت فيها. وبعد كده بقى ان شاء الله اكيد هغيرها كلها، حتى مش ان انا انجدها لا، ده انا لان حتى الخشب بتاعها مش حلو خالص خالص. لا الصراحة عفش بقى، العفش بتاعي كسفرة والانتريه بتاعي بتاع جوازي وأوضة الأطفال وأوضة النوم بجد ما شاء الله عليهم. يعني بجد الواحد يستخسر ان هو يغيرهم، لان كخشب ومتانة حاجات يعني نجيب. حتى الانتريه بتاعي لما غيرته كان اخد مني هلك 9 سنين. 9 سنين كنا قاعدين داخلين شاربين وما كنتش بفرش عليه حاجة وكان ما شاء الله عليه. انما الركنة بجد يعني بشعة بمعنى كلمة بشعة يعني. المهم هنا بقى بعمل ايه بمسح بقى ترابيزة التلفزيون كده زي ما انتم شايفين. وطبعا زي ما انتم شايفين بقى الأوضة هي بدأت تظهر ملامحها. شلت بقى فرش الركنة ونفضته وفرشته، وكمان شلت الحافظة وهشيل السجادة. بس ايه الأول بنفض التراب، وشفتوني نضفت البلكونة. كل ده انا ايه عملته. بعمل كده من فوق لتحت. يعني البلكونة اتنضفت الأول، وبعد كده طبعا كان فرش الانتريه شلته ونفضته وحطيته فرش الركن اسفل. وبعد كده شلت الحافظة قبل بقى ايه ما بقى خلاص بدل خلصت تنفيذ تراب وكده بمسح ترابيزة التلفزيون. وبعد كده همسح ايه الارض بقى. كان بقى كنت عايزه اخلص بسرعه لان خلاص كريم كان جه وكنا عايزين بقى ايه نتغدى. وانا مش فاكره اليوم ده والله كان عندي اكل ايه، ان الفيديو ده يعني بقاله ممكن كام يوم يعني.
بس هنا بقى بكنس بقى السجادة كويس جدا. طبعا السجادة بتكون نضيفة ما شاء الله لان عليها الحافظة، فبتحافظ طبعا جدا جدا على السجادة. حتى الحافظة زي ما وريتكم انا محافظة عليها في الحتة اللي احنا بنقعد فيها. طبعا مش مدارياها كلها لان طبعا هي انا عايزة ابينها حاجة جايباها، طبعا مش هخبيها يعني او اداريها بحاجة بفرشة كاملة، لا. انا بس الحتة المربعة دي اللي على قد الترابيزة اللي بناكل فيها هي حط حتة المشمعة اللي انا وريتها لكم دي. دي كانت ستارة بانيو تقريبا واتقطعت، مش فاكرة كانت بتاعت ايه والله، بتهيألي كانت ستارة بانيو. فاحتفظت بيها كده وبقيت بفرشها، قصيتها كده على قد الحتة اللي بناكل فيها وبفرشها كده وبنقعد ناكل. وقع بقى صلصة، وقع كاتشب، وقع حبة خضار، ايا كان بقى بناكل خضار، بتاكل العيال بتاكل مكرونة بالصلصة، ايا كان بياكلوا ايه، عصير، اي بيشربوا اي حاجة، لو اتقلب بيتقلب على المشمعة دي. وميزتها كمان ان هي مش مثلا حتة قماشة هتبقع اللي تحتيها، لا. فبجد يعني هي الفكرة دي جات لي والله كده يعني كنت بروق الادراج لقيت البتاعة ديت فجات لي، يعني قلت فكرة حلوة قوي هتحافظ نفرشها ساعة الاكل يعني. والصراحة بتتفرش بتقعد طول اليوم طبعا لان احنا بنفطر ونتغدى ونتعشى، فطبعا بتقعد طول اليوم. بس كل يوم بقى بروح واخداها كده مغاها بقى في الحوض بتاع المطبخ بتاع الحمام، هي والمشمع اللي بفرشه فوق الترابيزة ده، و بغسلهم وانشرهم وارجع افرشهم تاني. كده خلاص عملت ورا الركنة بقى ورا الكرسي زي ما انتم شايفين. بكنس بقى الارض كنسة كده اخيرة، وبعد كده همسحها بالموب. وبزق برضو ورا التلفزيون. طبعا لما نعمل لازم نعمل بضمير كده عشان احنا خلاص تعبنا، فلازم ايه ما نعملش كده نكروت وخلاص، لا بدل ما عملتش اعملي بضمير كده عشان انت كده كده عملتي وتعبتي فما تلاقيش تراب بعد ما تخلصي. لا اعملي بضمير، ده بيتك يعني مش بيت حد غريب وحتى على فكرة لو بتعملي في بيت اي حد لازم برضو يبقى عندك ضمير في كل حاجة. اللي بيجتهد في شغل في اي شغل بيعمله بيبقى عنده ضمير، بيتعود ان هو يبقى عنده ضمير في اي حاجة، لان اهم حاجة عند البني ادم ضميره. فلازم نتعود ان احنا يبقى عندنا ضمير في كل حاجة، حتى في شغل بيتنا، حتى في عمايل اكلنا، كل دي بتكون امانة لازم احنا نكون قدها. حاسه ان انا صدعتكم بقولكم كتير بس الفيديو قدامي بيمشي، اقعد سكتاني اسكت وانتوا تسمعوني ازاي؟ طيب تزهقوا صح؟ بصوا بقى بمسح اول الارض، مالكوش دعوه بالبنطلون بتاعي بتاع البيجامه بتاعتي اللي باين من الاسدال ده، ما انا رفعت الاسدال عشان ما يتبلش مالكوش دعوه بيه يعني، بنطلون بيجامتي. بس كده بقى ايه، وبلمع كده الارض كده بقى كويس جدا جدا بالموب ديت زي ما قلت لكم. وانا بعمل في اوضه الاطفال عادي احيانا بستخدم الموب دي واحيانا بستخدم الموب التانية مجلدل، الاتنين يعني مش هرمي دي اكيد يعني، بستخدم الاتنين. ان انا جبت دي وبعدها جبت الموب اللي هي بالجردل فبستخدم دي ودي. فرشت بقى السجادة وهفرش الحافظة، وكده الأوضة بقت ايه فلة شمعة منورة، وآدم برضو شوية ومش هيخليها فلة شمعة منورة، بس على قلبي زي العسل. عارفين الولد ده بموت فيه بموت فيه كده، اي نعم مطلع عيني بس معرفش بحبه حب كده رهيب ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب ويرزق كل مشتاق يا رب. كريم اهو كان ظهر كده خلاص، خلصت بقى ايه الأوضة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وكانت طبعا لسه البتاع بينشف في البلكونه، المشمع اللي انا مسحته سبته يتهوى شويه عقبال ما اسخن الاكل واروح بقى اسخن الغدا نتغدى، وافرش بقى المشمعه بتاعتي اللي انتوا بتشوفوها دي. وبس كده، اوعوا بقى تنسوا تحطوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت حلو زيكم، واقول لكم مع السلامه.